اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد. كان بقالي فتره مقاطع الكوميديا المصريه، وده بسبب الاستسهال في الفكره والمضمون، وان اغلبيه اللي بيتعرض دلوقتي هو حزق وافيهات سوشيال ميديا ما فيهاش اي ابتكار. ولكن من وسط كل ده طلع علينا عصام عمرو بسيناريو احمد عاطف فياض والمخرج عمرو المهندس بحته كوميديا كده بسيطه وسلسه وحلوه جدا، وهو مسلسل بالطو. وقبل ما ندخل في مراجعه المسلسل، لو اول مره بتشوفني على القناه فاتمنى تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا اللي جايه. ويلا بينا بسرعه ما اطولش عليكم ونبدا في المراجعه. فكرة المسلسل باختصار هو دكتور حديث التخرج بيجيله تكليفه في وحدة صحية في الأرياف، وبيحصل معاه مواقف كتير جدا كوميدية جوه الوحدة الصحية ومع المرضى ومع طاقم التمريض. المسلسل مكتوب بشكل حلو جدا، هتحس انه سكتشات منفصلة متصلة، يعني لو قرأت نبذة عن المسلسل عمره ما هيحرقهولك، بالعكس هو هيحمسك أكتر إنك تتفرج عليه. وده راجع لشطارة السيناريست أحمد عاطف. وبالمناسبة أحمد عاطف دكتور وكاتب ساخر، وأنا بصراحة من متابعينه من فترة كبيرة جدا، لأن هو من أكتر الناس اللي بتعمل المحتوى ده باحترافية. ومعظم المواقف اللي حصلت في المسلسل هي مواقف حصلت معاه بالفعل، فهو كده لامس في الواقعية بشكل مباشر. اما عن عصام عمرو فاحنا على ميعاد مع كوميديان صاعد قوي جدا جدا جدا، تمثيله واداؤه سلس وبسيط، وبيتعامل مع الكوميديا بالموقف وبتلقائية بعيدا عن الحزق والافتعال. وبصراحة هو كان انسب اختيار للدور وعمله بشكل هايل. يعني انا في اوقات كتير ما حسيتش ان هو بيحاول يضحكني، هو بيتعامل بتلقائية وبطبيعته، وانا بضحك على تصرفاته. كمان هنا عايز اتكلم على تسكين الادوار اللي كان ممتاز جدا. دور محمود حافظ الدكتور الجشع الرخم اللي هتحس انك متضايق منه من اول مشهدين، بس برغم كده هتضحك من افهاته وادائه. كمان عارفه عبد الرسول اللي كان لايق عليها جدا تكون رئيسه لطاقم التمريض. وكمان عارفه عبد الرسول تاريخ كبير جدا في الكوميديا. كمان اتبسطت بظهور الفنان محمد محمود ممس في دور عبد البديع الطرشوخي، وعمل خط درامي لوحده خالص، وهو فنان متمكن ووجوده اضاف للمسلسل. عايز برضه اتكلم عن الواقعيه اللي المخرج ما غفلش عنها، زي الوحده الصحيه وديكوراتها وطاقم التمريض والروتينيه الحكوميه في الوحدات اللي زي دي، وكمان تفاصيل الناس في الارياف وتفاصيل كتير جدا هتعيشك الفايب بشكل عام. كمان لفت نظري تسليط الضوء على جشع بعض الدكاتره اللي بيكون على حساب الناس الغلابه اللي ملهمش اي مكان صحي غير الوحده الصحيه علشان تكلفتها الرخيصه، وبرغم كده بيتم استغلالهم. وكل ده اتحكى في قالب كوميدي بسيط. المسلسل ما فيهوش اي ملل، وبعيد عن التمطيط او الحوارات اللي ملهاش لازمه، بالعكس احداثه سريعه جدا، وبتطلع من موقف تدخل في اللي بعده، ومن تاني حلقه هتلاقي نفسك فاهم كل اللي بيحصل وكل عناصر المسلسل بشكل واضح. وده راجع لتقديم شخصيات المسلسل في اول ظهور ليهم بشكل حلو جدا. واخر حاجه المسلسل تجربه ممتعه ومرضيه جدا بالنسبه لي، وان شاء الله هكمله وهتابعه، وهنبقى نعمل حلقه تاني بعد نهايه المسلسل. وبكده اكون خلصت مراجعه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا اللي جايه. اشوفكم بخير. الموتور بتاعها باظ، ركبنا لها موتور اسانسير قديم.